مشاهدي قناة نيت تيوب، مرحبا بكم في انوفيل فيديو. في هذا الفيديو غنهضروا على قانون المالية لسنة 2025 اللي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، واللي طبق في أغلب الحالات المشروع قانون المالية لسنة 2025. إذا نبدأ بالضريبة على الدخل. الوغ ريفورم ديال البرايم بروغريسيف دو ليير. دونك بالنسبه للبرايم ديال اللي كتحسب به الضريبه على الدخل، فتبدل كما شفنا في الفيديوهات السابقه. اقل غوفوني اللي كتطبق عليه الضريبه ما بقاش 30,000 درهم في السنه ولا 40,000 درهم في السنه. بالنسبه لي طو بقاو لي ميم. بالنسبه لي ترونش هما اللي تبدلوا. قبل كانت من 30,000 درهم حتى ل50,000 درهم كتخلص 10%، دابا ولات من 40,000 درهم حتى ل60,000 درهم هي اللي كتخلص 10%. دونك نفس الشيء بالنسبة لي ترونش الآخرين. لا ترونش الأخرى كانت فيها 38% ولات 37% بالنسبة للناس اللي عندهم أكثر من 180,000 درهم في السنة. دونك هذا كيعني باللي الفيديوهات السابقه اللي عملنا اللي درنا فيهم لي سيمولاسيون بزاف، عندنا شي 4 ولا 5 د لي فيديو كلهم صحاح، حيت قانون الماليه 2025 طبق بالضبط هذاك البرايم اللي تبازينا عليه في دوك لي فيديوهات، ما بدل حتى شي حاجه بالنسبه للبرايم اللي كان جاء به مشروع قانون الماليه 2025. دونك اللي بغى يعرف كيفاش غادي يتبدل الصالير ديالو، ما عليه الا يرجع للفيديوهات اللي عملنا في القناه، 4 ولا 5 الفيديوهات الاخيره حطينا فيه بالديتاي شحال غيتزاد لو صالير ديالك على اثر هاد التغيير اللي وقع في البرايم ديال الكالكول ديال الضريبه على الدخل. فوالا. الوغ اجراء اخر جاء به مشروع اللي جاء به قانون الماليه 2025 هو تحسين الضرائب على دخل الممتلكات العقاريه. دونك هنا كنهضروا على الغوفوني فونسي. اذا الاجراء اللي جاء به هو قبل كنتي كتخلص اما 10% او لا 15% على حسب واش الثمن ديال ديال السنه واش كيفوت 12,000 12 الوغ 120,000 درهم اللي هي 12 مليون سنتيم. الا كان قل من 12 مليون سنتيم المداخيل العقاريه اللي عندك كتخلص 10%. عندك المداخيل العقاريه السنويه اكثر من 120,000 درهم كتخلص 15%. الإجراء اللي جاء به مشروع قانون المالية 2025 هو أنك يقدر تخلص واحد لوطو اللي هو ليبيراتوار ديال 20%، يعني ماشي 10 ماشي 15. كاين كو سوا هاد المداخيل ديالك غتخلص 20% وليبيراتوار. كتسمى ليبيراتوار معنيتها أنه في نهاية السنة أنت ديك الساعات ما بقيتيش ملزم أنك دير التصريح الضريبي بهاد الدخول العقارية اللي عندك، كتولي معفي. يعني كتخلص 20% وما كتبقاش ديكلاري في لافان د العام. النظام القديم يعني بالنسبه للناس اللي كيخلصوا 10% ولا 15% فهما مطالبين انه في نهايه السنه يديروا التصريح الضريبي. وهنا غتجي واحد النقطه اللي مهمه جدا، هي انه الناس اللي عندهم المداخل الاخرى من غير المداخل العقاريه، مثلا لي صالاري الاجير ولا الموظف، يعني عنده الصالير ديالو، يعني كيخلص الضريبه على الصالير ديالو وعنده مداخل عقاريه اخرى. اذا هاد السيد هذا الا كان كيخلص 10% ولا 20% فانه ملزم انه يدير في نهايه السنه تصريح الضريبي ديالو ويجمع فيه مجموع المداخل اللي عنده. يعني الضريبه عنده المداخل كاجير وعنده المداخل العقاريه، خصو يدير التصريح في نهايه السنه ويجمع فيه كاع المداخل. اذا الاجراء اللي جاء به هاد قانون الماليه 2025 كيهم بالضبط هاد الناس هادو اللي عندهم مداخل اخرى من غير مداخل عقاريه. دونك اللي عنده مداخل اخرى من غير مداخل عقاريه، خصوصا الناس اللي عندهم الصالير طالع، يعني اللي كيخلصوا 38%، هاد الناس هادو من الاحسن انهم يخلصوا ديك لوبسيون ديال 20% وما يديكلايوش المداخل العقاريه في نهايه السنه. يعني كيبقى يخلص غير على الصالير ديالو
كاجير. دونك الصالير ديالو كيخلص عليه رب العمل هو اللي كيديكلاريه. وهذا السيد هذا واخا عنده مداخل عقاريه ما بقاش ملزم انه يصرح في نهايه السنه. دونك كنظن بان هذه النقطه واضحه. نقطه اخرى هي لي تيكي ريستورون. فالشركات كيعطيو الاجراء ديالهم لي تيكي ريستو باش يمشيو يتغداو مثلا في لي كونتين. قبل كان المبلغ اللي هو معفي من الضريبه هو 30%. آه، قبل المبلغ اللي كان معفي من الضريبة من الليير هو 30 درهم لا جورني ترافايي باغ سالاري. دابا ولات 40% باغ سالاري باغ جور ترافايي. يعني هاد لي تيكي ريستو ما خصهمش يتعطاو في لي ويكاند مثلا ولا في لي جور فيغي. خص يتعطاو لي سالاري اونيكمون في لي جور ترافايي باش يكونوا اكزونيري 100%. شكرا على المتابعة ديالكم والتعليقات. إلا كان شي سؤال ففي التعليقات نقدر نجاوب عليه. الوغ بالنسبة لي غوتريتي، بالنسبة للناس المتقاعدين، الإجراء اللي جاء به قانون المالية 2025 هو أنه المتقاعدين في المغرب سواء من عند الدولة ولا في القطاع الخاص، المتقاعدين بصفة عامة ما غيبقاوش يخلصوا الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2026 ماشي 25. إذا هذا الإجراء غادي يطبق ولكن ماشي دابا، غيطبق ابتداء من فاتح يناير 2026. وهاد الناس هاد المتقاعدين اللي عندهم فقط التقاعد ديالهم كمداخل معفيين من التصريح ديال نهاية السنة. التصريح بالمداخيل ديالهم في نهاية السنة. هاد الناس اللي عندهم فقط المداخيل ديال التقاعد فهما معفيين من التصريح في نهاية السنة. كإجراء ترانزيتوار في 2025 هاد المتقاعدين غيخلصوا 50% ديال الضريبة اللي كانوا كيخلصوا في 2004. إذا كإجراء انتقالي في سنة 2025 هاد المتقاعدين غيخلصوا 50% ديال الضريبة اللي كانوا كيخلصوا سابقا. مثلا في 2024 كان كيخلص واحد المتقاعد 500 درهم ديال الضريبة على الدخل. في 2025 غيبدا يخلص 250 درهم. كاين الإعفاء ديال 50% ديال الضريبة اللي كنتي كتخلص. دونك هاد النقطة كتهم المتقاعدين بصفة خاصة. إلا مشينا للضريبة على الشركات، l'impôt sur les sociétés، كاين rehaussement de la déductibilité fiscale des véhicules de tourisme. Donc les véhicules de tourisme ولا les véhicules ديال دو بيرسون، يعني اللي كتعطي الشركة للموظفين ديالها يستعملوها الأغراض ديالهم ولا الأغراض ديال الشركة. يعني هنا ما كنهضروش على لا فواتور ديال السيرفيس ديال الشركة، كنهضرو على لا فواتور دو بيرسون، الفيكول دو بيرسون اللي كتعطي الشركة للموظفين ديالها. دونك هنا كنهضرو على الفيكول دو توريزم. قبل كان المونطون اديدوير من الريزولتا فيسكال هو 300 ألف درهم في 5 سنين. دابا ولا 400 ألف درهم تي تي سي في 5 سنين مثلا دائما. اذا هاد 400 ألف درهم غنقسمها على 5 سنين ونقسمها على 12 ونعرف شحال عندي في المونطون اديدوير شاك موا. إجراء آخر كيهم الضريبة على السيارات، ما يسمى بلا فينيت. وهذا الإجراء كيهم فقط الناس اللي عندهم لي فيكيل مي اون سيركولاسيون اون كور د لاني، يعني الناس اللي شارين طوموبيلات مثلا في 2025. الوغ مثلا اللي كيشري الطوموبيله في 2025 غادي يمشي باش ياخذ لا كارت غريز، غيمشي للسيرفيس دي مين، غيحط له الدوسي ديالو، غيعطيه واحد البطاقة اللي كتحل مكان البطاقة الرمادية كيسيركولي بها مدة 60 يوم، 30 حتى ل 60 يوم.
الضريبة على السيارات كتعطيك الأجل ديال 30 يوم باش تخلّصها. مثلًا يقدر السيرفيس ديما يعطّل لاكارت غريز ما تخرجش في الوقت، يعني خرجات من بعد 30 يوم مثلًا. ملي غتاخد لاكارت غريز وتمشي تخلّص بها لا فينيت غتلقى تزادو عليك لي بيناليتي. دونك هاد الإجراء كيهم هاد النقطة هادي بالضبط، وغيزيد في المدة ديال ليكزونيراسيون ديال لي بيناليتي على لا فينيت من 0 حتى ل60 يوم. إذا ملي كتاخد الفيكول وكتحط لاكارت غريز في السيرفيس ديمين، عندك الأجل ديال 60 يوم باش تخلص لا فينيت، يعني خصها تخرج ليك لاكارت غريز في هاد 60 يوم وتمشي تخلص لا فينيت قبل ما تسالي 60 يوم. ألوغ بالنسبة لا تيفيا هنا كنهضرو على ما جاء به قانون المالية 2024 غير للتذكير فقط. فكان بعض المواد الغذائية وبعض الخدمات لا تيفيا ديالهم بين 7 و 14%. اللي وقع في 2024 سي كو بعض السلع والخدمات كان اللوطو ديالهم إما 7 إما 14 ولاو 0%. بعض الآخر كانت 7 ولات 10%، أولا 14 ولات 10%. البعض الآخر كانت 14 ولات 20%. فمثلا السيارات الاقتصادية، السكر واللوكاسيون ديال الكونتور 7% كانوا قبل ولات 10% أولا 20% بالنسبة للوكاسيون دو كونتور. الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة كانت 14 ولات 10%. الكهرباء من مصادر غير صديقة للبيئة كانت 14% ولات 20%. الزبدة من أصل حيواني كانت 14% ولات 0%. النقل الطرقي كان 14% ولا 10%. والقطار، التذكرة ديال القطار كانت 14% ولات 20%. دونك هادو أهم التغييرات اللي جاء بها قانون المالية 2024 بالنسبة لا تيفيا. بالنسبة لي تاكس بارافيسكو هما هادو اللي شفنا، هي هادي ديال لافينيت اللي شفنا دونك اللي جدوينا عليها. الأجل اللي كتعطي إدارة الضرائب بالنسبة لافينيت مبقاش 30 يوم ولات 60 يوم. فوالا لا فيديو ديالنا سالات. إلا كانوا عندكم دي كيسيون في لي كومونتير نجاوب عليهم. السلام عليكم.